كل تحيه ليك كابتن حازم، برحب بكل مشاهدي شبكه تلفزيون الحياه في كل مكان. برحب ايضا بالكابتن عدلي القيعي معي الان من داخل مقر اللجنه الاولمبيه معالي الوزير المهندس خالد عبد العزيز، واللقاء هام جدا مع ابطالنا الذين تاهلوا الى دوره الالعاب الافريقيه بالكونغو وايضا دوره الالعاب الشاطئيه بسكره. مع الوزير اعتقد لقاء مهم مع ابطالنا النهارده. والله الحقيقه الواحد بيسعد عموما في لقاءاته دايما مع الشباب، كمان لما يبقى الشباب بيمثل مصر في البطولات كلها. والنهارده في بعثه مسافره عندنا النهارده مساء رايحه بسكاره دوره العاب البحر المتوسط الشاطئيه الاولى، فلازم يكون عندنا بعثه ممثله فيها، لان دي تعتبر دوره تاريخيه هي الاولى من نوعها. ثم كمان ان شاء الله من بدايه الشهر القادم البعثات هتسافر تباعا للاشتراك في دوره الالعاب الافريقيه اللي موجوده في الكونغو، وفيهم بعض الرياضات زي التايكوندو وتنس الطاوله مؤهله لريو دي جانيرو في الاولمبياد 2016. فالبطوله بالنسبه لنا مهمه جدا سواء افريقيا او دوليا. حضرتك كان ليك لقاء هام النهارده مع رئيس الوزراء، ماذا دار في هذا اللقاء؟ لا، لو هنتكلم مع دوله الرئيس الحقيقه بنعرض كل المشروعات الكبيره اللي بتقوم بها وزاره الشباب والرياضه استعدادا للبطولات القادمه. فتكلمنا الاول على المركز الاولمبي في المعادي اللي ان شاء الله هنقدم لمصر تحفه جديده. هو المكان رائع اصلا، اتعمل في عهد الدكتور عبد الاحد جمال الدين الله يرحمه، واحد من اروع المراكز العالميه لتدريب المنتخبات، لكن كان بقاله اكثر من حاجه و30 سنه. فحتى نوع الملاعب اللي بيتلعب عليها اختلفت دلوقتي عالميا، والفندق كان محتاج تطوير، بنعمل تطوير شامل فيه، فده ان شاء الله هنفتتحه الشهر القادم. عندنا كمان دوره الامم الافريقيه لكره اليد هتتلعب في يناير 2016 وتحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي مؤهله للاولمبياد ومؤهله لكاس العالم لكره اليد في فرنسا. فهي تعتبر ثلاث لقاءات في لقاء. دي هتتلعب في الصاله المغطاه في استاد القاهره اللي بتشيل 20,000، فبنجدد الصاله المغطاه اللي موجوده، وده مشروع من المشروعات الكبيره اللي موجوده. بنستكمل المشروع الكبير اللي موجود في شرم الشيخ، وده برضو واحد من المشروعات الكبيره اللي موجوده عندنا. في الاسبوع العاشر للجامعات هيتقام يوم 12 سبتمبر برضو في اسماعيليه، وده حاجات من المهم جدا. في 7000 شاب وشابه من 23 جامعه موجودين. استعرضنا النقط الاخيره في قانون الرياضه، لان في بعض الساده الوزراء بعتوا بعض التعليقات على قانون الرياضه، زي السيد وزير الداخليه والسيد وزير الماليه والسيد وزير السياحه. ففي بعض الحاجات هتخش بكره في تعديلات على قانون الرياضه. فالحقيقه كان اللقاء يعني شامل. الحاجه الاخيره كان بيستعرض معايا، وده هو شيء مهتم به السيد رئيس مجلس الوزراء، هو مجموعات التقويه اللي بدات في مركز شباب الجزيره لابنائنا طلبه الثانويه العامه والشهادات، لان بقى عندنا قريب من 1000 شاب وشاب اعضاء بياخدوا مجموعات تقويه باسعار بسيطه جدا، وده حاجه بتشارك بها الحكومه في يعني تخفيف كاهل الميزانيه على الاسره المصريه. هل تطرقت خلال لقائك النهارده مع المستشار مرتضى منصور لازمه الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك؟ اطلاقا ما كانش في اي حاجه تخص هذا الموضوع. انت عارف نادي الزمالك في المدرجات اللي موجوده في الاستاد نادي الزمالك دي قايله للسقوط، وفي قرار بالازاله ليه بقاله فتره طويله، ولازم نزيل المدرجات ديت لانها اصبح فيها خطوره. لكن كل المشكله ان تحت هذه المدرجات في صالات الجيم الاساسيه او الرئيسيه بتاعت نادي الزمالك، فكان الكلام هناك عن تعويض المكان ده في مكان اخر عشان نقدر يبقى الناس بتمارس يعني اللياقه البدنيه فيه، او في البدروم بتاع المبنى الجديد اللي بيتعمل. وكان في طلب من مجلس اداره نادي الزمالك ان الوزاره تساهم في اعداد المكان الجديد، لان المكان القديم ده هيخلص. من خلال وجودك معانا النهارده الجماهير عايزه تطمن امتى هتنتهي ازمه الاهلي والزمالك؟ والله الحقيقه انا شايف ان الحمد لله الوقت مفيش ازمه، يعني هي المفروض بس نهدي الامور شويه. لجنه التظلمات هتصدر قرارها، انا مش عارف امتى، لكن يعني هتصدر قرارها في موضوع اللاعب. واعتقد ان موضوع الكابتن احمد الشيخ خلاص ما بقاش موضوع يعني ذو اهميه. احنا كل اللي بنطالب بيه ان الامور تهدأ شويه، التصريحات تقل شويه، ان احنا نخش في مداخلات تلفزيونيه ونتكلم كتير يا ريت بلاش. كل اللي احنا بنقوله دلوقتي عندنا منتخب بدأ معسكره، المنتخبات دائما تجمع ولا تفرق. احنا محتاجين في اثناء فتره المعسكر اللي كل الاهلي والزمالك لعيبه الاهلي والزمالك بيكونوا مع بعض في الفتره ديت من دلوقتي لغايه يوم 3/9 لما هيسافروا تشاد لعيبه الاهلي والزمالك مع بعض. فنحتاج نوفر جو لمستر كوبر واللاعبين، لان الثلاث نقط مهمه جدا اللي مع تشاد يوم 6/9. فارجو ان احنا كمناخ رياضي الوزاره والاتحاد الكوره والاعلام الرياضي كلنا نوفر افضل مناخ رياضي من ناحيه الاستعداد والتدريب والتركيز، لان احنا فعلا محتاجين الثلاث نقط بتوع تشاد. وانا بقول احنا ما بقاش عندنا اي فسحه من الوقت نضيع اي نقطه، سواء في مشوارنا ان شاء الله للجابون 2017 او في مشوارنا لروسيا في كاس العالم 2018. فلا بد وبناشد رؤساء الناديين واعضاء مجالس اداره الناديين ان يكون كل التركيز في الايام القليله القادمه على المنتخب المصري، لان عوده المنتخب بالثلاث نقط من تشاد ليه معنى كبير جدا في مصر. هل هناك لقاء سيجمع المستشار مرتضى منصور والمهندس محمود طاهر يوم الجمعه القادم برعايه حضرتك؟ لا، ما اعرفش اي حاجه، اول مره اسمع عن هذا الموضوع.
ما فيش اي ترتيب للقاء يوم الجمعه القادم يعني. اخيرا، حركه التنقلات داخل الوزاره ترتبط كل الارتباط بتقرير هيئه الرقابه الاداريه؟ ما عنديش اي تقرير من هيئه الرقابه الاداريه، وهذا الكلام الحقيقه صادف ان انا كان عندي مجموعه من الساده اعضاء هيئه الرقابه الاداريه، فلما مشوا الناس توقعت ان هذا الموضوع له علاقه بيه. ده موضوع اطار وتقدر الناس تتاكد منه. في عندنا تجديدات، احنا بنحاول بندفع بالشباب، واحنا انتظرنا فتره لغايه ما ميعاد التجديد الرسمي جه لكل الساده اللي موجودين. فاحنا في ميعاد التجديد الرسمي هنقدم من مجموعه كبيره من الشباب تتولى الاداره، واحنا بنقول احنا بنقول ده تمكين الشباب، والنادي بتمكين الشباب، واحنا وزاره الشباب، فلا بد ان ندفع بالشباب للمناصب القياديه. واحنا بنقول احنا قبل كده كنا في الوزاره وخرجنا، ومتوقع نخرج في اي وقت، وهيجي مكاننا شباب، وهي دي سنه الحياه. لكن ارجو لا عندنا تقرير في اي حد، ولا هيئه الرقابه قدمت في تقرير في اي حد، ولا ليه علاقه. ولو الناس رجعت هتلاقي ان ده الميعاد التجديد الفعلي للساده وكلاء الوزراء. شكرا يا فندم. كابتن حازم، ده كان لقائنا الخاص والحصري مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. اليك الكلمه الان، تفضل. بشكرك يا مسير، شكرا جزيلا على اللقاء الجميل مع سياده الوزير. ويمكن كلام مهم لسياده الوزير، انه يعني كلام موجه لرؤساء الانديه الزمالك والاهلي بنبذ الخلافات، وان كل واحد يركز في ناديه، والنادي ماشي كويس جدا، والكوره وكوبر والمنتخب اهم دلوقتي. وسبحان الله يعني الوقت الخلافات ده جاي في احسن فترتين للاهلي والزمالك السنه دي، يعني الاثنين ماشيين بشكل رائع.